ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في قناه دودي ووصفاتها السهله. اهلا بيكم كلكم معايا في القناه، وشرفتوني ونورتوني لو انتوا جداد عندي. ولو انتوا موجودين بالفعل ما تنسوش اللايك والاشتراك لو انتوا جداد. اول حاجه كده بقى تعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو بتاع النهارده. فيديو النهارده تحفه وحلو جدا جدا وموفر، والفيديو ده كان مطلوب مني كذا مره، وان شاء الله كده ايه اللي طلبته مني ان شاء الله تخش تشوفه ويعجبها وتقولي رايها في الكومنتات. ما تنسيش كده تكتبي لي رايك في الكومنتات. اول حاجه هنا انا جبت كيلو من الدقيق، نخلته كويس وحطيت معلقه كبيره من البيكنج باودر. هقول لك المقادير وهكتبها لك كمان في صندوق الوصف. وبعد كده نزلت باربع معالق كبار من السكر العادي الخشن بتاعنا، ومعلقه ونص من الخميره. طب انا بحط ليه معلقه ونص من الخميره؟ عشان احنا في الشتاء وعايزه الخميره معايا تبقى العجينه معايا تخمر. وحطيت كمان كيس فانيليا ونص معلقه من الملح. هكتب لك كل المقادير دي ان شاء الله في صندوق الوصف تحت. قلبت كده المكونات الجافه. بعد ما قلبت المكونات الجافه زي ما احنا شايفين كده، جبت هنا كوبايتين من السمنه. الكوبايتين دول سمنه على زيت، يعني كوبايه ونص من السمنه على نص كوبايه من الزيت. طب حطيتي زيت ليه؟ انا عايزه العجينه بتاعتي او اللقم بتاعتي دي تبقى كده مقرمشه شويه، مش هتبقى ناشفه قوي، بس هتبقى عامله زي اللي احنا بنجيبها من الافران بالظبط. بدات بقى حطيته كده في العجان، وبدات ان انا جبت السلاح بتاع الكف ده وقعدت ابس بقى الدقيق مع السمنه والزيت اللي انا حطيتهم دي كويس جدا. انا كان نفسي بصراحه اعجن لكم على يعني بايدي عشان اللي ما عندوش عجان، بس انا بصراحه يعني عندي في الشتاء العصب بتاع ايدي بيبقى ملتهب، فمش هقدر ان انا اعجن بايدي. بس هي طريقه العجن سهل جدا جدا. بعد كده نزلت بكوبايتين من اللبن الدافي. لا ده اللبن كده يكون دافي زي دمع العين، وبرده السمنه انا حطاها دافيه زي دمعه العين كده. وهبتدي انزل الف بقى كده العجينه واحده واحده، ومش هزود طبعا السوائل مره واحده، علشان طبعا كل نوع دي بيختلف عن التاني. انا عايزاها عجينه طريه وما بتلزقش. وبصوا هتشوفوا القوام بتاعها دلوقتي. انا غيرت هنا السلاح، حطيت اللي هو المسمار ده عشان يلم لي العجينه، مش عايزه اعجن فيها كتير، لا انا عايزاها بس ايه تتلم بعد ما بحط السوائل على طول. هنا ما شاء الله انا كنت عاجنه 2 كيلو، فبعجن كل كيلو لوحده عشان يتعجن كويس في العجان. انا العجان بتاعي يعني صغنن كده على قدي، بياخد كيلو ونص بالظبط من الدقيق. بعد ما عجنتها بقى كده انا مش عايزاها تخمر، يعني انا هشتغل فيها على طول. هنا بقى كان عندي بلح، وبلح اللي هو العجوه ده، وانا فرمته عندي في الكبه، بس مش مفروم حلو زي اللي احنا بنجيبها جاهزه. فانت لو عندك العجوه اللي هي المفرومه اللي بتجيبيها بتشتريها من بره دي، هتبقى افضل واحسن بكتير. انا اشتغلت بيها، يعني انا كان عندي كده، كان حبيبتي كده واحده حبيبتي كده جايبه لي كميه كده من العجوه، ففرمتها واشتغلت بيها زي ما انتم شايفين كده. حطيت لها كده قطعه من السمنه بقى ودعكتها دعكه حلوه قوي لغايه ما نعمت معايا شويه. خلاص هنركنها بقى كده على جنب، ونجيب كيس بلاستيك بتاع التلاجة كده فتحته بالسكينه، وهبتدي افرد العجوه بتاعتي زي ما انتم شايفين. يعني هنا بصراحه غلبتني شويه. زي ما بقولك العجوه اللي هي المفرومه جاهزه اللي بنشتريها، في انواع منها نظيفه جدا بتبقى اسهل من دي في الاستخدام. خلاص هبتدي بقى انا افردها ما بين الكيسين بالطريقه دي، بالنشابه بقى بايدك على حسب ما انتي قادره اعملي. انا هنا حسيت ان النشابه دي مش راضيه تفردها كويس، فهجيب واحده اكبر كمان، هي اتخلعت كده وركبتها. هجيب واحده اكبر هتساعدني اكتر في الفرد بتاعها. بصوا ما شاء الله بقى اتفردت على طول وبسهوله كده زي ما انتم شايفين. افرديها بقى مستطيله على قد ما تقدري، يعني انا كده ايه فردتها على قد ما اقدر كده بشكل مستطيل، ولو في حتت ناقصه بدات ان انا اكملها بالطريقه دي. لو وصلتي بقى لغايه هنا في الفيديو وانتي لسه ما عملتيش اللايك، اتمنى ان انتي تنزلي تعملي لايك. وكمان زعلانه من كل حبايبي اللي بيشوفوني، لان هم يعني دخلت على احصاءات القناه، معظم اللي بيتفرجوا عليا بنسبة كبيرة جدا جدا يمكن بنسبة 80% مش مشتركين. طب ليه مش بتشتركي بقى في القناة بتاعتي؟ مش عاجباكي؟ قولي لي ايه اللي مش عاجبك فيها في الكومنتات. خلاص بدأت بقى كده جبت قطعة من العجين وبدأت ان انا افردها. انا عايزة افردها مستطيل على قد ما اقدر، يعني مش عايزاها مدورة. هفضل بقى افرد فيها كده لان انا عايزاها سمكها رفيع جدا جدا. على قد ما تقدري رفعي السمك بتاع العجينه. بصوا انا عماله افرد فيها لغايه ما خلاص احس ان المفرش هيبتدي يبان. خلاص كده بصوا سمكها عامل ازاي. واجيب بقى كده قطاعه او قطعه البيتزا او سكينه على حسب ما انت بتحبي، وهنعملها شكل مربع شويه او شكل مستطيل زي ما انتم شايفين كده. طبعا العجينه اللي بتطلع دي مش برميها، بلمها وبركنها كده ترتاح شويه وابتدي افردها تاني في مره تانية. جبت بقى العجوه اللي احنا فردناها وابتدي افردها على العجينه دي بالظبط، يعني اغطي كل العجينه بيها.
الفيديو ده موفر جدا جدا جدا. يعني عايزه اقول لكم ان انا استخدمت 2 كيلو دقيق وحوالي و2 كيلو من العجوه، دول كانوا 2 كيلو من العجوه مفصصاهم. عملوا لي حوالي 4 كيلو ونص او 5 كيلو الا ربع من الحاجات اللي احنا هتشوفوها دلوقتي. طبعا الكيلو بيتباع بره بحوالي 100 جنيه، وفي افران بتبيع ب 120 كمان. شوفي انت بقى هتوفري قد ايه، يعني حتى لو هم صرفوا عليكي 150 جنيه، بصي بقى انت وفرتي قد ايه في الحاجات اللي انت عاملاها ومطلعه اشكال تحفه. وكفايه كده ان ولادك يفرحوا ان انت اللي عامله الحاجه بايدك. هنا لفيت رول زي ما انتوا شايفين كده بالعجوه، بلفه لفتين اتنين واقطع لفتين اتنين واقطع عشان ما يبقاش تخين قوي. والجزء اللي اتبقى ده مش هيلف معايا لفتين، فحطيت عليه قطعه من العجينه وهنركنه دلوقتي، هنشوف هنعمل بيه شكل ايه دلوقتي. قفلي بقى كده من تحت كويس جدا عشان ما تفتحش معاكي لما تخش الفرن، ولفيها كده لفه على الرخامه عشان تتاكدي ان هي اتقفلت معاكي كويس جدا. بصوا بقى الجمال. تمام كده، تعالوا بقى نشيل ده دلوقتي على جنب خالص وهنشوف هنعمل فيه ايه. جبت بقى هنا السمسم وهبتدي بقى ارول فيه الرول اللي احنا عملناه ده زي ما انتوا شايفين كده. يعني هغرقه سمسم من فوق ومن تحت وما تخافيش مش هيقع ولا اي حاجه، هيفضل ثابت معاكي في العجينه كويس جدا. بصوا بتبتدوا بقى ان انتوا تعجنوه كله في السمسم زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لك بقى يعني نضيفه جدا وطعمها حلو جدا جدا جدا، وادتني كميه كبيره. وبصراحه انا بحب الحاجات دي جدا في البيت بالذات في الشتاء. يعني انا عاملاها النهارده بقى الخميس لسهره يوم الخميس كده بقى، ونفطر منها يوم الجمعه الصبح كده والصلاه شغال كده، تعملي كوبايه شاي كده مع الحاجات الجميله اللي احنا عاملينها دي، حاجه تحفه. بصوا بقى بدات ان انا اقطعها، انا بقيسها كلها مقاس واحد بعرض الصباعين، يعني انا بقيس بصباعين الاتنين واروح قطعه. بصوا بقى الجمال. بصوا حاجه تحفه تحفه تحفه، لا بجد تسلم ايدي بجد. قولي لي بقى رايكم في الكومنتات، وعايزه رايكم، وعايزه بقى الناس اللي بتخش تتفرج وهي مش مشتركه تعمل اشتراك عشان القناه تكبر بيكم. ولو انت مش عاجبك اي حاجه في القناه بتاعتي يا ريت تكتبي لي رايك في الكومنتات، وانا بحترم كل الاراء اللي بتجيني. ولو في حاجه معينه برضو طلبت عايزين اعملها اطلبوها مني برضو في الكومنتات. يعني انا بقالي فتره كده شغاله على حاجات الافران لان هي كانت مطلوبه مني. بصوا هنا عملت رول تاني اهو، لفتين وبروح ايه قطعه، وبرده واحد كمان لفتين واروح قطعه. انا كترت من النوع ده شويه عشان انا اولادي بيحبوا ده اكتر حاجه فيهم يعني. بس بصراحه عملت كذا شكل تاني وكذا طعم يعني بطعم تاني كده، عجبتهم قوي. هتشوفوا بس كملوا الفيديو للاخر وان شاء الله يعجبكم جدا جدا. بصي بتقفلي كويس قوي قوي من تحت على قد ما تقدري، قفلي كويس ورولي كده الرول كده كويس عشان يبقى معاكي مفرود ومفهوش اي حاجه مفتوحه. بصي سهل قوي، ما خدش يعني بتقفي تتعبي مثلا ساعة ولا حاجة، بس بتطلعي النتيجة حلوة جدا جدا. يا جماعة انا عايزة اقول لكم ان انا من عشاق المخبوزات ومن عشاق العجاين ومن عشاق الخبيز والحاجات دي في الشتاء بالذات. يعني طول الشتاء تلاقيني انا على طول لازم يبقى عندي دقيق في البيت وعندي خميرة وعندي بيكنج باودر. اي وقت بقوم اعجن اي حاجة واعملها، يعني ممكن ابقى زهقانه اروح قايمه جايبه كده 2 كيلو دقيق واروح عجناهم واروح عاملاهم عيش واحطهم في الفريزر ونسحب منهم مثلا يومين ثلاثه ولا 3 4 ايام كمان. بس يعني بحب بفرح بالحاجات اللي انا بعملها وبحس ان هي بتبقى احلى وانضف من بره. بصي زي ما بقولك بقيس كده بصباعيني واروح قطع على طول عشان تطلع كلها حجم واحد. بصوا الجمال. طبعا عملناها روليناها كده في السمسم كويس عشان تتشرب معايا كميه السمسم كلها. انا بصور لكم من كذا زاويه عشان لو مش شايفين من هنا تشوفوا، مش شايفين من هنا تشوفوا. وقولي لي التصوير عجبكم ولا اغير فيه حاجه. ان شاء الله هظبط لكم كده المطبخ تظبيطه حلوه كده قبل رمضان. يعني ربنا كده يعود علينا بخير علينا وعليكم ان شاء الله. هنعمل كده شوية حاجات في رمضان، يعني توضيبات كده للمطبخ عشان يبقى التصوير افضل يعني هنجدد. يعني يا جماعة كده شجعوني ان احنا هنجدد كده مع بعض شوية حاجات ان شاء الله باذن الله. ربنا كريم كده ونعمل كل حاجه حلوه. هنا بقى رصيت كله في الصينيه، على لو لاحظتوا ان انا مش دهنه الصينيه اي حاجه، هي واخده كفايتها قوي قوي في السمنه اللي احنا حاطينها لها، فمش هدهن الصواني حاجه ومش هتلزق. دي بقى القطعه اللي احنا شلناها في الاول، بدات ان انا ايه يعني ابططها كده وارش عليها برضو رشه سمسم زي ما انتوا شايفين. وهجيب كمان النشابه وابتدي ان انا ادوس على السمسم ده عشان يظبط اكتر. هنعمل ايه فيها هنشوفوا هنعمل فيها ايه. هنقطعها برضو بشكل حلو قوي، هنقطعها صوابع كده محشيه من جوه كده بالعجوه تحفه. بصوا الجمال حلوه قوي قوي.
عايزه اقول لكم ان طعم الحاجه كلها طالع تحفه وتسويتها خطيره وادتني كميه بصراحه حلوه قوي قوي. يعني الكميه دي ممكن تقعد عندي اسبوع، وتحطيها كده في علبه محكمه الغلق وتقعد معاكي اسبوع ولا يجرى لها اي حاجه، ولا بتنشف ولا بتعطن ولا بتجرى لها اي حاجه. هنا بقى بقيه العجوه، عايزه اقول لكم ان العجوه دي بالنسبه لي كانت مشكله بجد، كانت مشكله، بس هي طعمها خطير، طعمها حلو قوي قوي. يعني هي نظيفه جدا لان ده بلح وانت اللي مفصصاه بايديكي وفرماه، فيعني نضيف جدا. بس هو عيبه ان هو مش بيتفرد كويس على المعجنات زي ما انا عايزه، بس بصراحه قضى الغرض معايا وكان حلو. بصوا بقى هنا جبت برضو قطعه من العجين وهبتدي ان انا افردها زي ما انتم شايفين برضو كده. هحاول اعملها مستطيل على قد ما اقدر. انا هنا مش عايزه اعمل اي حاجه دواير لان انا كل شغلي هيبقى مستطيل. انا هنا بقرب لكم الكاميرا على قد ما اقدر عشان تبقى واضح معاكم كل حاجه. برضو قطعت كده سويت الحروف، وهبتدي ان انا ابتدي برضو ان انا اسوي الحروف كويس واخد الزيادات برضو اركنها اشتغل بيه. جبت بقى هنا صوابع العجوه اللي احنا عملناها بالشكل ده كده، وهحطها على حرف العجين وابتدي ان انا اقفلها قفله واحده. عايزه اقول لكم ان دي طلعت معايا تخينه شويه، فانت حاولي ان انت ترفعي العجين على قد ما تقدري. يعني هنا العجينه كانت عايزه ترفع معايا اكتر من كده، فانت كل ما هترفعيها كل ما هتديكي نتيجه حلوه جدا. دي بقى اسمها عسلية العجوة، بتتباع كده في الافران، اسمها عسلية العجوة. يعني بتبقى صباع العجوة كده من جوه وهي لفة واحدة، ما بتلفيش لفتين زي النوع الاولاني اللي هو كعب الغزل اللي احنا عملناه الاولاني، لا هي لفة واحدة بس. بس زي ما قلت لك ما تغلطيش غلطتي كده يعني وافردي العجين اكتر من فردها كده كمان. خلاص برضو هجيب برضو السمسم وارول كده فيها الرول اللي انا عملته وقفلته كويس جدا. اهم حاجه تقفلي كويس جدا عشان العجينه تقفل على العجوه حلو. بصوا بقى الجمال تحفه. ده بقى مش بيتقطع ولا حاجه، ده بجيب الصاج بحطه فيه زي ما هو، ويا دوبك احزها بس من فوق حزه بسيطه، مش بوصل للاخر عشان العجوه لما تخش الفرن ما تنشفش. لما يطلع ان شاء الله من الفرن بروح مكمله الحزه بتاعته. هنا ده نوع تاني برضو هنعمله. هنبتدي برضو جبت عجينه كده فردتها برضو بسمك رفيع قوي، وبدات ان انا احط عليها العجوه وقطعه عجين تاني من فوق، وبدات ان انا افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلاص وحطيت برضو عليها سمسم. انا على فكرة ما حطيتش سمسم في العجينة وانا بعجنها، لان انا عارفة ان انا هستخدم سمسم خارجي كتير، فعشان ما يبقاش الطعم كله سمسم لا، خلي السمسم من بره بس. هنا هسوي برضو كل الطروف، والزيادات اللي بتطلع دي بستخدمها تاني حتى لو فيها سمسم ما يجراش يعني ما فيش اي مشكلة. هنعمل ايه بقى في الجزء اللي احنا عملناه ده؟ هنعمل شكل جديد، هنعمله صوابع رفيعة قوي قوي، يعني على قد ما تقدري خليه صوابع رفيعة. بصوا شايفين؟ ممكن تسووه على المنظر ده على فكرة برضو بيبقى شكله حلو، لان انا سويت حوالي 4 صوابع بس، يعني ولادي ما شاء الله اكلوهم اول ما طلعوا. وبعد كده ممكن تعملي الشكل اللي انا هوريهولك ده. انا يعني فردتهم كده كلهم وقطعتهم، وتعالي بقى نشتغل مع بعض نشوف هنعمل فيهم ايه. بصي هتبرميه كده او هتلفيه زي ما انت شايفة كده، وتجيبي حبة سمسم وتغطي برضو بيه بالطريقة دي. بصوا بقى في اسهل من كده؟ تحفه اهو. هنبتدي برضو نعمله ونقفله. على فكره الاشكال دي كلها انا بشوفها في الافران عندنا هنا، عندي يعني في الشارع في كذا فرن كبار، فبشوف فيها الحاجات دي، فانا عملت الاشكال على حسب ما بشوفها. عايزه اقول لكم ان كيلو اي حاجه بعجوه من الفرن ب 120 جنيه عندي. شوفي بقى انت عملتي كام كيلو، حتى لو انت كلفتيهم 200 جنيه. يعني انا بقول لك ده بالفرد، بس هم اساسا ما تكلفوش 200 جنيه خالص. لو انت كلفتيهم 200 جنيه فانت موفره حوالي 300 جنيه في حقهم. ماشي. هنا جبت برضو عجينه تانية وفردتها زي ما انتوا شايفين، وبرضو انا كله عايزه اشتغل فيه مستطيل، فعلى قد ما بقدر بفرده، ما ظبطش معايا بسوي كده الطروف بتاعته كلها. برضو الشكل ده حلو جدا جدا، وطعمه بقى خطير خطير بجد. انا كنت خايفه اكتر منه بس طالع تحفه. جبت هنا معلقه قرفه كبيره على معلقتين سكر كبار، كاننا هنعمل سينابون زي السينابون كده، وهنلفه لفه السينابون. طالع يا بنات خطير بجد بجد. ندمت ان انا ما عملتش منه كميه كبيره، لانه عجب ولادي جدا. قالوا لي يا ريتك كنت كترت لنا من الحشوه دي او من النوع ده. تحفة، طالع طعمه تحفة. القرفة مع السكر مع العجينة نفسها طعمها حلو، طالع خطير. هنبتدي بقى ان احنا نقسمه كده، نقسمه صوابع زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هقسم الصباع ده على 2 عشان انا مش عايزاه طبعا تخين زي السينابون، عشان يستوي كويس من جوه. بصوا هنبتدي نلف كده كده. الحجم ده بالنسبه لي حلو قوي. هروح قطع، رحت واخده المقاس كله على الكميه كلها.
بدات ان انا اعمله كده واحطه في الصينيه واضغطه ضغطه بسيطه لتحت. يعني بصوا بضغطه بايدي ضغطه بسيطه قوي. بصوا بقى الجمال، مفيش اسهل من كده والله، تحفه وطعمه خطير. جربوا بقى بالقرفه والسكر ده حكايه. وممكن على فكره تسيبوه صوابع كده زي ما انتم شايفين وبرده تدخلوه الفرن. هنا عملت برده الكميه دي كلها. طب هنعمل ايه تاني؟ هنعمل برده شكل تاني بقى. هنا طبعا كنت عايزه بقى دي اعجنها بالعجوه. طب احنا اعجنها بالسمسم. طب احنا ما حطيناش سمسم في اول عجينه، عادي نحطه دلوقتي مش هيجرى اي حاجه. حطيت لها شويه سمسم كده وقلبتها بيه او عجنتها بيه، وبدات بقى ان انا افرده رول كده زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ان انا ايدي بايظه اصلا من البرد والله بجد، يعني السقعه بتبوظ لي العصب بتاع ايدي خالص. بصوا بقى بدات ان انا افرد كده. طب هتعملي ايه بده؟ هنعمل بقى حبه منين اللي هو الساده، عشان طبعا احنا ما عملناش خالص حاجه ساده، فاحنا لازم نشكل. شوفوا بقى لو عديتوا الاشكال هتلاقوهم حوالي 7 اشكال او 6 اشكال، بتهيألي 7. شكلتي تشكيله حلوه قوي قوي، وعملتي كميه حلوه قوي قوي، وعملتيها بنظافه جدا، وطعمها خطير وشكلها تحفه. وهتشوفوا طبعا الكميه تطلع معايا قد ايه، حكايه بجد. بصوا بقى قطعتها كده يعني. دي فردة، يعني دي طريقة ممكن تفردي بيها. هوريكي طريقة تانية برضو ممكن تفردي بيها، اللي تفضليها اعمليها. انا وريتك الاتنين والاتنين نتيجتهم واحدة والطعم واحد، بس بتفرق في الشكل شوية. دي كده عامله زي القراقيش اللي احنا بنعملها عادي، يعني اللي هي القراقيش بتاعه العيد وبتاعه رمضان، القراقيش اللي احنا بنعملها العاديه بتاعه البيت بتاعتنا. طب انا عايزاها بقى شكل المنين بتاع الافران. تعالى اوريكي تفرديها وتقفليها ازاي. بتجيبي برضو قطعه عجين بتفرديها كده زي الرول، بتبطيها كده بنص بطه زي ما انت شايفه. ايه نص بطه دي؟ يعني بتبطيها شويه كده وبتروحي فردها كويس، يعني بتفرديها كده ايه كويس. وبعد كده عشان احنا هنرولها كده، يعني هنلفها كده، لف 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 خالص للاخر خالص، ولا يهمك اي حاجه، حتى لو مش برضه هتتلم معاكي. تمام. بدات ان انا اقفلها كويس من تحت قوي قوي، وبعد كده برولها شويه. قسمتها عشان لقيت الرول كبير اعرف اتحكم فيه. بصي بقى برولها كده عشان تبقى كلها سمك واحد، وابتدي ان انا اعملها نص تبطيطه، مش نص بطه، نص تبطيطه. وابتدي ان انا اسويها كده من الجناب، بيسويها ربنا علينا كلنا ان شاء الله. هبتدي بقى ان انا ايه اقطعها، برضو مش عايزاها بقى عريضه قوي عشان تبقى زي الجاهزه اللي احنا بنجيبها من بره. بصي بقى الجمال، دي بقى فعلا المنين اللي احنا بنجيبه من الافران. بصوا بقى ما شاء الله الكميه معايا قد ايه والشكل عامل ازاي، تحفه. وعملت كمان كام قرصه كده بالعجوه، ركنتهم برضو على جنب عشان كان الصواني كلها اتملت. شايفين الجمال؟ حاجه كده تحفه بجد. تعالوا بقى، طبعا انا سبت اول صينيه طبعا معايا خمرت، فولعت الفرن سخنتها كويس جدا جدا على درجه حراره 180. الحاجات دي كلها تتخبز على درجه حراره 180 زي ما انت شايفه كده بقى، طالعه لي بالجمال والحلاوه واللي انت شايفاه ده. بصوا الجمال والكميه طالعه قد ايه، حكايه بجد. بجد ما كنتش متوقعه ان هم يطلعوا كتير جدا كده. لو اعرف ان هم هيدوني الكميه دي كلها انا كنت عملت كيلو واحد بس، مش هيخسر، هيقعد معايا الاسبوع كله. حلو قوي. يعني انا مش شاريه دماغي بقى الصبح عندي حاجه يفطروها مع الشاي الصبح، او بالليل كده مع كوبايه شاي. بصوا بقى دي مورقه من جوه ازاي، تحفه. العجينه نفسها يا بنات حكايه، جربوا العجينه نفسها هتعجبكم جدا. بصوا كل الحاجه مستويه، مفيش حاجه معجنه، كل الحاجه واخده لون حلو قوي قوي في الخبيز. بصوا الجمال، بصوا تحفه ازاي. دي بقى مش قادره اقول لكم في حته تانية بجد. دي بقى اللي هي بالسكر والقرفه، يعني دي خطيره خطيره بجد. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم النهارده وتقولوا رايكم في الكومنتات. ولو انتوا عايزين اي حاجه معينه اكتبوا لي في الكومنتات وهعملها لك. ولو انت لسه جديده في القناه ما تنسيش ان انت تعملي اشتراك وتدوسي على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. ولو انت مشتركه اتمنى ان انت تكتبي لي كومنت حلو وما تنسيش اللايك. ويا بنات زي ما قلت لكم، الناس الحلوين اللي بيتفرجوا عليا من غير الاشتراك انزلي بسرعه كده اعملي اشتراك قبل ما الفيديو يخلص. واستنوني الفيديو اللي جاي هيعجبكم ان شاء الله. وهعمل لكم حاجات كتير قوي قوي حلوه وهتعجبكم، وتقولوا رايكم في كل حاجه. وبحبكم جدا جدا جدا.